السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ترى الاتحاد كان مع كونسيساو حبة فوق حبة تحت، اليوم لا، أول مباراتين متتاليتين بانتصار. هو انتصار لكن بكل أمانة نعم غير مطمئن وغير مقنع ومستوى متواضع. أنا أتفهم إنه مباراة بعد انقطاع، لكن الوعود اللي سمعناها انتظرنا فريق إذا مدرب الاتحاد كونسيساو للآن ما يعرف يختار تشكيلة، فهذه طامة كبرى. التشكيلة دخلها بأرض الملعب هي من أخلت بالفريق وأضاعت شوط كامل طيخ 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 بيخ، ما في لعب كورة ولا هجمات حقيقية ولا شيء. أنت ميتاي شلته خارج القائمة ولعبت بفابينيو في السنتر، فابينيو يبقى في مكانه وكادش يلعب جنب بيريرا وميتاي يكون في الظهير الأيسر. أتفهم روجر ممكن يكون احتياط، يعني في ورقة زي ورقة عبد الرحمن العبود أنت بتجايله. حامد الغامدي وأحمد الغامدي اليوم في المباراة الصراحة ما عملوا شيء. احمد الغامدي ممكن من لاعب البدلاء الجيدين، لازم كمان هو يعرف نقطه مهمه. احمد الغامدي الناس قاتلت لوران بلان على اساس انك تلعب، بس كره القدم لعبه جماعيه، لازم تستوعب انه كره القدم لا يمكن انها تكون لعبه فرديه، تطوع قدراتك للمجموعه. لوران بلان قاتل انه احمد الغامدي جماهير يلعب. الاتحاد قاتلت لوران بلان على انه يعود هذا اللاعب للفريق. أوكي. انتصرت للاعب على المدرب انه يعود، لانه موهبه مهاره، عنده ميزه يسدد من خارج المنطقه موجوده في عدد محدود من اللاعبين يعني السعوديين. فهمت من كلامك انه اوكي عنده مهارات لكن في شويه انانيه كذا شويه كثير يلا شويه راجل طول وقته كأنه يلعب كره القدم، ما هي تنس طاوله، لعبه جماعيه يا احمد. انت لاعب موهوب لكن طوع قدراتك لمصلحه الفريق. شفنا ديابي، شفنا برجوين لا مبالاه في ارض الملعب. انا قابل يعني تفوز ولا حتى ما تفوز، لكن تلعب في ارض الملعب تقدم عطاء قبل كل شيء. مدرب الاتحاد انا يعني الصراحه الاختراعات والابتكارات اللي يسويها ومو عارف يختار 11 لاعب ترى مشكله كبرى. فاز الاتحاد، الفوز ثمين ومهم و9 نقاط قدم للامام. وتر من 12 حيتاهلوا 8 غالبا، يعني الفرق حتتاهل يعني. لكن المستويات الوضع اللي شفناه لا اطلاقا غير مقنع. المدرب ده انه يكون واقعي، يجب عليه انه يتحلى بالواقعيه ويلعب بالتشكيله المثاليه، انما الاختراعات والابتكارات ومعاوده التصحيح امر غير صحيح. فوز ثمين لكنه باهت.